انت مقتنع بضمانة ان كل الاحزاب تمضي على تغيير المواد اللي الكل عايز يتوافق عليها، ويبقى في الزام لمجلس الشعب الجديد ان هو يغيرها، وبالتالي يدار مداخلك شر، واللي كان متخوف من حاجه يعني هيلاقي الماده اللي كان خايف منها اتغيرت بناء على هذا التوافق، وفي ضمانه حقيقيه فعلا انها يتم تغييرها بعيدا عن التلاعب بالالفاظ او الوعود او انا الاول احب اقول لحضرتك ان لو الناس فهمت الدستور اساسا معمول ليه هتفهم ان موضوع التعديل ده ما ينفعش اساسا في الاساس. يعني هوضح حضرتك اكتر. الدستور ده اساسا لما قالوا نعمل دستور، الشعب محتاج حكام يحكموه، فقال يا حكام انتوا عشان تحكموني انا محتاج يكون بيني وبينكم ميثاق. الميثاق ده مش ميثاق شرف هيبقى فاريبل كده او كلامي بيني وبينكم، لا لازم حاجه موقعه نتفق عليها وكلنا نوافق عليها. لان الميثاق ده هيديك الحق يا حاكم ان انت تيجي ممكن تستخدم ضد القوه، وانا يقع مني مصابين يقع مني قتلى وما اقدرش احاكمك. والعكس لو انا الشعب يستخدم قوه ضد الحكام هيتحاكم، ممكن يتعدم، ممكن يتحبس. يبقى لازم الدستور ده يكون فعلا حاجه ما فيهاش اي ثغرات، ما فيهاش اي حاجه تسمح ان الشعب ما ياخدش حقوقه. يعني معنى صح لازم يكون في تقييد للتشريع، اي قانون يطلع يكون متقيد بظروف الدستور اللي تخليه فعلا ما يقدرش ان هو يكون تشريع يقضي على حق من حقوق المواطنين. طب هذا المشروع الدستوري شايف ان هو لا يعطي هذه الضمانه للاثنين، للحاكم او لحضرتك؟ الدستور دوت لا يعطي تقييد للتشريع، الدستور ده لا يعطي تقييد للسلطه، الموضوع ده مهم جدا، تقييد للسلطه. المشروع دوت لا يدي ضمان لحقوق المواطنين في التزامات الحكومه تجاههم. طب ليه بقى؟ عشان اتكلم بامور يعني قول لي الماده رقم كذا رقم كذا رقم كذا. يعني انا مش هدخل في الناس تعرف المواد، هندي حاجه بسيطه كده الناس تفهمها. لما بيجي قانون يطلع من مجلس الشعب حضرتك محتاج موافقه قد ايه من مجلس الشعب؟ تلتين تقريبا 50%. طب انت عشان خاطر تقدر تحاسب الرئيس محتاج قد ايه من مجلس الشعب يوافق ان انت تتكلم مع الرئيس حتى في اي مش هنقول اتهام، تتكلم مع الرئيس في اي المفروض برضه 50%، المفروض تلتين يا فندم. ساعتها التلتين الدستور التلتين. يعني انا عشان اقدر انفذ قانون على 90 مليون او على 84 واللي حضرتك قلت من شويه على 84 مليون محتاج النص، وعشان خاطر اقدر اتكلم مع الرئيس محتاج التلتين. طب ازاي؟ يعني دوت في حق وعدل لمين؟ استحاله دوت يكون عدل. طب الاستاذ صالح يرد على النقطه دي ونرجع لنقطه يعني نرد عليها في نقطتين. اتفضل يا فندم. اللي بيتكلم عليه الاستاذ محمد ده جيد جدا، اللي هو ما يسمى في علم السياسه على اعتبار ان انا باحث في العلوم السياسيه يعني. اسمه العقد الاجتماعي، ما يتم التوافق عليه ما بين الحاكم وما بين المحكوم. انا بقول له ببساطه جدا لا تقلق من ناحيه تقييد التشريع، لان في محكمه دستوريه عليا، المحكمه الدستوريه العليا ديت اي قانون بيصدر من المؤسسه التشريعيه من السهل جدا ان اي محامي اي مواطن يتوجه للمحكمه الدستوريه العليا ويقول ان القانون ده غير مطابق للدستور. الدستور هو اللي المحكمه هتحكم بالدستور. ايوه، حتى لو انت عملت قانون المحكمه هترجع للدستور اساسا. يعني هو بيقول مقيد للتشريع، يعني هو فضفاض. احنا بنقيد التشريع بالدستور. احنا بنقيد التشريع، يعني القانون اللي بيطلع ده بنقيده بالدستور. حضرتك بتقول ارجع للمحكمه الدستوريه. ايوه انا المحكمه الدستوريه المرجع بتاعها ايه؟ الدستور. الدستور ده لما كانش مقيد للتشريع يبقى انا عملت دستور غلط، يبقى انا المفروض محتاج دستور اقدر بيه اقيد للتشريع عشان المحكمه الدستوريه لما ترجع له تقدر توقف اي قانون زي ما حضرتك قلت. لا انا اللي افهمه ان الدستور بتبقى مبادئ عامه، الطبيعي جدا ان تبقى مبادئ عامه، يبقى القانون بينطلق فيها في حدود الاطر العامه للمجتمع. لما بيجي بيصدر القانون بيصدر وفق مصالح هذا المجتمع. هذا القانون بيجي يصدر وفق مصالح المجتمع، اذا ما تعارض مع مبدا دستوري او نص ماده دستوريه بنلجا للمحكمه الدستوريه العليا. المحكمه الدستوريه العليا بتقول هذا القانون مطابق للدستور من عدمه. طب الجزئيه اللي هو قالها دي هو قال الجزئيه برضه نضرب مثل بيها موضوع 50% موافق، هقول لحضرتك، والتلتين لو محاسبه الرئيس. هقول لحضرتك يعني ده بيدي صلاحيات واسعه لرئيس الجمهوريه. ما الطبيعي، هقول لحضرتك الطبيعي في جزئيه واحده. هو النص الدستوري هنا، النص الدستوري قال الاتهام بالخيانه او بجريمه. الاتهام مش على مطلقها، لكن ممكن رئيس الجمهوريه على منصب رئيس الجمهوريه بعيدا عن ان الرئيس محمد مرسي هو الموجود. انا فعلا بتكلم حضرتك كده. انا بتكلم حضرتك طب تعالى في اي دستور منذ متى في اي دساتير مصر
ولا حتى في بعض الدساتير الأوروبية يقف رئيس الجمهورية للاتهام بالخيانة أو بالاتهام للمحاسبة بواسطة جريمة. على الأقل لابد من التأكد من هذا الاتهام بشكل قانوني، لو بشكل قانوني أو قضائي بيتم طرحه على مجلس الشعب يتم الموافقة بالثلثين. هو أستاذ علاء بيقول لحضرتك أنا إزاي أحكم على 90 مليون بنص المجلس، وعشان خاطر أتكلم مع واحد محتاج إن أنا تنتهي المجلس. القصه هنا مش قصه ان انا بتكلم معاه بس هو حددها بجرائم متعلقه بالخيانه او الاتهام المخله يعني. انما ده يبقى نادر قوي. دكتور 71 هو لما نزل كنا احنا موجودين، كنا لسه طردنا، فانا ما قدرتش احاكم الرئيس حسني مبارك بناء على الدستور اللي طلع وانا مش موجود. تمام. ده معناه ايه؟ معناه لازم احط الدستور دلوقتي ابص لقدام. عليه دلوقتي ده اللي حاصل. بسبب ايه بقى؟ مؤبد. بسبب ايه؟ اهماله في لا بسبب الثوره. يبقى انا محتاج عشان كل رئيس يجي احاكمه اعمل ثوره؟ لا طبعا. ما تزعلش بقى ان احنا قلنا الدستور دوت ما بينفذش استقرار. يبقى انا عندي حق.